في شركات كتيرة مفكرة ان وجود الداتا الكتير عندها ده معناه انها شركة داتا دريفن، بس الحقيقة ان الموضوع ده مش صحيح. في الفيديو ده تعال اقول لك بسرعة ليه. الفكرة كلها ان في حاجة اسمها الداتا ماتوريتي او نضج استخدام البيانات جوه الشركة بتاعتك. ببساطة الشركات بتمر في الداتا بثلاث مراحل اساسية. اول مرحلة وهي الستارتنج وذ داتا او مرحلة البدء مع البيانات. هنا الشركة لسه بتبدأ، الطلبات عشوائية، الريبورتس ادهوك بتيجي وبتروح ومفيش اركتكتشر واضح. هنا بيجي دور الداتا انجينير بشكل عام جدا، بيبني البيانات، بيسبمت او بيبعت الريبورتات في اسرع وقت ممكن وبشكل عام. لكن الغلطة الكبيرة هنا ان الشركة ممكن تقفز او تنط بسرعة جدا للاي اي والماشين ليرنينج من غير ما يكون في داتا فاونديشن او اساس للداتا صحيح جدا. وهنا يجي دور المرحلة الثانية السكيلينج والداتا او مرحلة توسع البيانات بتاعة الشركة. هنا الشركة بدأت تنظم شغلها في داتا براكتسز واضحة او قواعد لتنظيم وتشغيل الداتا اركتكتشر او البايبلاينز بتاعتك، وفي داتا اركتكتشر او نظام قابل للتوسع وموجود جوه الشركه. دور الداتا انجينير هنا بيتحول من جنراليست، يعني بيبقى داتا انجينير بشكل عام، لسبيشاليست متخصص في حاجه معينه. وهنا دور الداتا انجينير بيبدا يشتغل على الداتا بايبلاينز ويعمل لها مينتنانس ويعمل لها كرييشن ويعمل ديف اوبس ويعمل داتا اوبس، ويبدا يشتغل على مشاريع ماشين ليرنينج بس بسيطه شويه. المرحله الثالثه وهي الاخيره واللي اسمها ليدنج وذ داتا او قياده البيانات، او انك بتبدا تحط البيانات بتاعتك في ابلكيشنز اي اي وابلكيشن صعبه وكومبلكس جدا او معقده. هنا الشركه فعلا بدات تبقى اسمها داتا دريفن. ليه؟ لان بقى في حاجه اسمها داتا جفرنانس او حوكمه البيانات، داتا كاتالوجز، سيلف سيرفيس اناليتكس، اوتوميتد بايبلاينز ورك فلوز، وفي اخيرا بقى في حاجه اسمها داتا كواليتي. وهنا بنبدا نتكلم على نضج الشركه في الداتا بتاعتها او بما يسمى الماتوريتي اوف داتا. مش مهم الشركه عمرها قد ايه وحجمها قد ايه، المهم هل الشركه بتستخدم البيانات كميزه تنافسيه ولا لا. لو عجبك الفيديو تابعني واشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.